السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. رجعت لكم فيديو فيه فوائد بزاف. اليوم درت لكم طائر السمان. بزاف ناس بالك ما تعرفوش فيه فوائد بزاف بزاف بزاف، لأنه ما فيش الدهون بزاف، الدهون تاعو بسيطة وقليلة بالمقارنة يعني مع الطيور الأخرى، ويعني قليل فيه خاصة بالنسبة لمرض الكوليسترول، ومليح لمرضى القلب، مرضى السكر. الالياف ثاني فيها حاجه قليله، يعني سهل المضغ هكا ولا خفيف على المعده، وفيه نسبه الماء بالنسبه للصدر برك فيه 73.5، وفيه البروتين، فيه الدهون غير 2%، فيه عناصر غذائيه بزاف مفيدة، فيه كالسيوم، الحديد، الفوسفور، الزنك، وفيه الفيتامين A B، بزاف دي فيتامين. نروحوا للوصفة من بعد. هنا عندنا حبة بصلة كبيرة قطعتها قطع، الرند، الثوم والدبشة. هنا كيما راكم تشوفوا ورقة رند كبيرة، وهنايا موتارد، ملعقة تاع موتارد، الملح، عندنا حبة طماطم متوسطة، ولا هنا عندنا لي زيبيس، عندي الاخر توابل خاصه بالشاورما، وتقدروا ديروا راس الحانوت نورمال، وعندي زنجبيل، وعندي فلفل حمار. هنا نبداو في التتبيله تاعنا اللي راح نديروها للدجاج. درنا هذيك الملعقه تاعنا تاع المطارد، وإلا ما كانش متوفر عندكم المطارد تقدروا ديروا عصره تاع القارص نورمال، ولا ياغورت ناتور. هنا درت لي زيبيس تاعي، الثوم قطعتها غير قطع برك، تقدري تربيها وتقدري تخليها غير قطع. درت حوالي ملعقه كبيره تاع زيت ودبشه، نخلطوا هذو الحوايج مع بعضهم كامل، ونبداو نديروا التتبيله تاعنا للدجاج تاعنا. هذا قلنا طائر السمان، شوفوا فيه فوائد بزاف. انا يعجبه لي، كنت راح ندير غير طاكوس، من بعد جابه لي راجلي جابه مع البيض تاعو. البيض الثاني فيه فوائد كبيره، قال لك بيضه واحده احنا نشوفوها الحجم تاعها صغير، بصح هي تقريبا وجبه كامله، خاصه بالنسبه للولاد صغار. تقدروا تجيبوهم لولادكم، ديروهم لهم مع الصباح، خير ما نديروا لهم حليب وقهوه. شتو كيما الاتراك والمصاروه كيفطروا على حوايج كيما هكا، تلقاوهم ربي يبارك، تقولك في عمري 17 سنه، هو تحسيه بلي راه في عمره 40 سنه. تلقيهم عندهم يعني قوه بدنيه مليحه. احنا يعني تعودنا الفطور هذاك تاع لازم نشربوا قهوه ولا حليب، كون نعودوا نديروا حوايج كيما هكا في الصباح لولادنا فايده خير. هنا جبت بلا بيراكس تاعي وحطيت فيه، شوفوا نحطوا الطماطم هي الاولى، والبصل هذاك اللي قصيناه بالطريقه هذه، نحطوا معها البصله. تقدري تشويه ثاني على الفحم، تقدري يعني اللي ما بغاتش ديروا بالطريقه هذه تقدر تشويه، ولا تما تقليه، بصح ما ديرش الزيت، شغل حاجه قليله تاع زيت وتشويه في المقله وديريه لولادك الصغار ياكلوه، يعني ماشي غير الصغار، صغار وكبار. هنا درت رشه تاع زعتره وورقه تاع رند، درتها بالطريقه هذه، نحطوه بالطريقه هذه في البلا، ونغطيو البلا تاعنا بالبابي كويسون، ونزيدوا له الومنيوم من الفوق. ما ديروش الالومنيوم وحده لانه مع السخانه يولي يطلق ماده سامه. شوفوا لهنا وليت كنت موجده شويه روز، نسيتو حتى الاخر باه تفكرتو، روز عادي درت له غير حبه جامبو ولي زيبيس، هذا مكان وملح، وطيبته عمرته بالطريقه هذه. في الحق ولا غير جاب بنين، واللحم تاعو لكم طري طري لدرجه كي تاكليه تحسي روحك ما كيش تاكلي في اللحم. عجب البنتي بزاف كلاتو كيما هكا، قلت لكم حشيته بالروز، ومن بعد غطيته ودخلته الفرن على درجه 180 درجه. هنا درت بابي كويسون، زدت فوقه الالومنيوم بالطريقه هذه، ودخلته الفرن حتى طاب. ومن جهه واحده اخرى رحت نوجد الطاكوس. هنا جبت ربع صدر تاع الدجاج، درت عليه 2 فصوص ثوم، ودرت نص حبه جامبو، ودرت شويه موطارد، حتى نص ملعقه صغيره موطارد، شويه زيت، غير شويه، نص مغرفه تاع زيت، ولا لا عندكم ديروا شويه تاع زبده نورمال، شويه رشه تاع فلفل كحل، رشه تاع كمون،
رشه تاع توابل الدجاج، هنا شويه ملح ما علاه ما زدت غير شويه لاني درت نص حبه جامبو. بالطريقه هذه تبلته وغطيته وخليته في الفريجيدار تقريبا نقولوا 2 سوايع ولا 3 هو في الفريجيدار. على قد ما يطول حاجه كي ديري لها تتبيله دجاج لحم، على قد ما يطول على قد ما يجي بنين وطري. ها درته قلت لكم بالطريقه هذه وخليته، بعدها جبت درت شويه زيت في المقله، قطعت نص حبه بصله، هنا ذبلتها في الزيت وضفت عليها هذاك الدجاج. يعني شوفوا هكا ربع صدر ولا غير دار لي بزاف، دوك تشوفوا قد وحده لي درت حبه تاع طاكوس. وحتى الاخر العجينه تاع الطاكوس راني انا اللي درته خدمته في الدار وجاني ربي يبارك خفيف. الا كان راكم باغيين الوصفه خليوا لي تعليق برك ندير لكم فيديو مفصل. هنا شوفوا ضفت شويه كريمه سائله وضفت 2 حبات تاع فرماج وشويه فرماج رابي. فرماج رابي اللي نستخدموه اللي كنت حطيته لكم في الفيديو اللي فات، فايز مكتوب فيه فايز. هنا شوفوا يطيب الدجاج يطيب طري وطيب معاه كي صلصه هكا تجيك داخل ما يجيكش طاكوس ناشف. مع ورقات تاع طاكوس شوفوا كذا جايين طريين ربي يبارك ورقاق، وكي يطيبوا تحسيهم كي تاكلي تحسيهم مقرمشين. شوفوا لازم كي تبدي تطيبي فيهم ديري سيرفيات كيما هذه تحطي وتغطي الحبه اللي تحطيها تغطيها خاطر يبسوا لك لو كان تخليهم هكاك مفتوحين. ان شاء الله نحط لكم الفيديو قلت لكم مفصل في فيديو وحده خير. هنا بديت نعمر، درت ورقه تاع طاكوس درت فيها فرماج وندير فيها هذاك الدجاج اللي درته وندير معاه بطاطا وهريسه وخدمت صلصه تاع فرماج، درت 2 حبات ولا 3 فرماج، درت معاهم شويه حليب شويه فلفل الكحل شويه نص حبه ثوم ونص ملعقه تاع غير على راس المغرف تاع موطارد. تجي واحد الصلصه تاع الفرماج بنينه بزاف، هيك تقدري ترافقيها مع بزاف حوايج، مع الشوا مع اللحم محمر مع بزاف وصفات. نديرها لكم حتى ان شاء الله في فيديو واحد اخر. هنا قلنا درنا الفرماج ودرت شويه فرماج رابي وندير شوفوا كيفاه جات الدجاج مع الصلصه كي تاكلي تلقى تحسي الدجاج هذاك طري طايب ومع هذيك الصلصه بنينه بزاف. جربوها كيما هكا ونزيدو عليه بطاطا والحشو يعني يبقى اختياري، الوجود من الموجود كيما نقول لكم. كاينه وحده ما عندهاش باش تشري اللحم، كاين الناس والله غنعرفهم يديروه كيما تقريبا نشتروا المحاجب، ديروا هذيك لاصوص تاع المحاجب يدير فيه بطاطا مقليه. شوفي الشيء اللي عندك تقدري ديريه، كاين اللي يديروا سلطه طماطم بصله لداخل. المهم تفرحي ولادك كل خطره بحاجه وصاي. انا بنتي تبغي بزاف هذا الحوايج هذو، بيتزا طاكوس تبغي بزاف الحوايج هذو. شوفوا الصلصه تاع الفرماج فوق وتقدري ديري فرماج تاع الشرائح هذاك ثاني. هنا درت هذه درتها لي انا فيها الحار هكذا نقفلهم بالطريقه هذه مليح. وكي طيبي من الجهه اللي غلقتيها شوفوا كيف جاو محمرين. هنا المقله تاعي شويه غبنتني على بالكم، انا من المقله هذه واللي نخدم فيها ثاني الغرايف الاخر ديول تاع البوراك ما نغسلهاش، غير نغسلها غسله خفيفه. هي كي جات عندي اختي عطيت لها تغسل لي الماء، انا راح تحكتها تحسب فيها مسخه راح تحكتها بلاخ. صاي هذوك البلايص اللي حكتهم صاي ولا لي لصق. وشوفوا على بها جاوني بلايص شغل يبانوا محروقين محمرين بزاف وبلايص نورمال طيب شغل نص بنص. شوفوا كيفاه طابوا مقرمشين ربي يبارك. درت معاهم هذه الصلصه تاع الفرماج. وهنا كملنا الوصفات تاعنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. وهذا هو شوفوا السمان كيفاه طاب محمر ربي يبارك، رغم انهم صغار بصح والله غير كي تاكليهم لحمهم ربي يبارك. والطاكوس هذا درت معاه رافقت معاه شويه هريسه وشويه هذيك الصلصه تاع الفرماج اللي قلت لكم، يعني غدا خفيف ظريف. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ما تنسونيش بالتعليق مليح ولايك، واللي مش مشتركه في قناتي مرحبا بها، واللي مشتركين معايا نرحب بهم. هذه الوصفه تاعنا نهار اليوم، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.